السلام عليكم. فيديو جديد معكم سناء من كوزين سناء رباب. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوه غادي تكون بكريمه ديال القهوه. هي صراحه شبيهه بحلوه ديال موكا الفرنسيه، هنا مشهوره هذه الحلوه هذه. فخدمتها بطريقه ديالي وبكريمه اللي سهله، كريمه ديال القهوه، مزيج ما بين كريمه بالزبده وكريمه ديال القهوه اقتصاديه جينواز، كتجي ناجحه. طريقه التحضير ديال هذه الحلوه هذه رائعه راقيه. حضروها هكا لاعياد الميلاد، حضروها للمناسبات ولا الطبيله ديال الكوتي. كتجي صراحه من اروع ما يكون. كنتمنى تجربوها وانا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم كاملين، شكرا للتفاعل الكبير اللي كتخليو ليا في الفيديوهات ديالي والتعاليق الزوينه المحفزه، فكنقول لكم شكرا لكم بزاف. كنتمنى تزيدوا تشجعوني وتدعموني فضلا وليس امرا طبعا. تبارك الله عليكم. خليكم مع بقيه الفيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال الكريمه ديال القهوه، وضعت انا في الكاسرونه 100 غرام ديال سكر حبيبات، وضعت معلقه صغيره ديال سكر فانيلا ولا فانيلا بودر، وضفت كذلك 50 غرام ديال نشا الذره. غادي نضيف معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نضيف الكاس الاول ديال الحليب اللي هي 200 ملل ديال الحليب. غادي نضيفو على هاد المكونات اللي قلتهم لكم. غادي نبدا هكا نخلط بواحد الطراب يدوي حتى كيتجانسوا العناصر، وغادي نضيف 100 ملل ديال الحليب، يعني المجموع ديال الحليب 300 ملل ديال الحليب. كنخلطوا كل شيء على نار كتكون متوسطه مع التحريك المستمر حتى كتعقد لينا الكريمه ديال القهوه. كتكون واجده، ما تحبسوش من التحريك، حركوها باستمرار والنار تكون متوسطه من الافضل باش ما تلصق لكمش وتحرق لكم في الجوانب. فخاصكم تحصلوا على الكريمه بهذا الشكل هذا، تكون واحد الفقاعات والكريمه كتعقد. فصافي غنطفيو عليها وغادي نصبها مباشره في واحد الاناء ولا في واحد الزلافه. من الافضل يكون واحد الاناء هكا كبير باش دغيا هكا تبرد ليكم. غادي نصبها في هذا الاناء وغادي نغطي الوجه ديالها بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليها انا غير في حراره الغرفه تبرد. ما غاديش ندخلها للثلاجه، خليوها تبرد على خاطرها غير في حراره الغرفه. كنتو مزروبين فدخلوها للثلاجه، مي ما تخليوهاش واحد المده كبيره في الثلاجه. هاد الكريمه هذه تبرد، ونتلاقى ان شاء الله معكم باش غادي نحضروا الجينواز. في هاد الاثناء غادي نحضر معكم جينواز. في اناء وضعت 3 ديال الحبات ديال البيض كاملين، ساشي ولا نص معلقه صغيره ديال فاني ولا معلقه صغيره ديال الفاني اللي عندكم كتضيفوها. اولا كطربوا هاد المكونات حتى كيترغوا الخليط، ومن بعد كتضيفوا 90 غرام ديال السكر حبيبات على 2 دفعات. وانتم كطربوا بالطراب الكهربائي ولا بالطراب ديال العجانه، يعني الخلاط العجانه اللي بغيتو. كطربوا مزيان هاد البيض حتى كيطلع ولي القوام ديالو بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف الدقيق عندي كذلك 90 غرام ديال الدقيق ابيض فورس. غادي نحاول نغربلو وغادي نخلطوا الخليط مزيان هكا بحركه دائريه بالفويي ولا بواحد سباتول. كنخلطوا مزيان، ومن بعد كنجيب اللاطه ديال الفران، نكونوا فرشين ورق ديال الزبده. قطر ديال لاطه ديال الفرن، يعني الصينيه ديال الفرن 29 على 38 سنتيم. غادي نصب الخليط والفران يكون سخون من قبل على 175 180. مهم شوفوا نتوما الفران، انا الفران كان نخدمه ولا كنسخنو على 175. عندي يعني فران مجهد دغيا كيسخن، فكان نريقلو يعني ولا كنخدمو على 175. كنخليه واحد 5 ديال الدقائق حتى كيسخن، ومن بعد اللاطه كندخلوها للفران. كنشعلوا عليها من الفوق ومن الاسفل. كنخدموا المروحه كتاخذ لينا 12 دقيقه، وغتشاهدوا ان شاء الله الشكل ديالها كيف كتكون. فدابا غادي نحاول نسرحها مزيان هكا وندخلها للفران. فمن بعد ما دازت 12 دقيقه هذا هو الشكل ديال الجينواز. بعد ما كطيب غادي نخليها على جنب تبرد، وفي هذا الاثناء غنتقل معكم باش غادي نكملوا التحضير ديال الكريمه ديال القهوه، يعني نكملوا المقادير اللي كيكونوا فيها. من بعد ما تبرد لكم الكريمه ديال القهوه اللي حضرتها معكم كتخليوها كتبرد، وغادي نبداو نمزجوها ولا غادي نديروا لها اضافه ديال الزبده. خديت انا هاد النوعيه هذه ديال الزبده، يعني زبده حيوانيه من اصل حيواني.
كتكون صالحه للاكل وكتجي لذيذه كذلك. هي حتى الزبده النباتيه تقدروا تخدموا بها، مي صراحه ما كتعطيش واحد اللذه بحال الزبده حيوانيه. فانا عندي بالنسبه للزبده اللي استعملت 150 غرام ديال الزبده حيوانيه، وتكون لينه يعني تكونوا مخرجينها من الثلاجه ليله قبل، تكون بوماد. وغادي نخدموها بالطراب الكهربائي ولا بالطراب العجانه اللي بغيتو. خدموها مزيان حتى يولي القوام ديالها واللون ديالها كيولي بيض كما غتشاهدوا بهذا الشكل، ما كتبقاش صفراء. يعني خدموها تقريبا 5 ديال الدقائق حتى ل 8 دقائق وانتم كتطربوها، وتا كتحصلوا على هذا القوام بهذا الشكل هذا. كتولي يعني مخدومه وكتولي بوماد واللون ديالها ابيض. فهاد المرحله هذه غادي نجيب الكريمه ديال القهوه من بعد ما بردات، وغادي نبدا نضيفها هكا غير بشويه، معلقه بمعلقه، وحنا كنضيفوها على داك الزبده وكنطربوا بالطراب الكهربائي ولا بالعجانه حتى نكملوا الكميه ديال الكريمه ديال الزبده كامله. وكتبداو كطربوا، ما كتوقفوش على التطراب، خليوها تقريبا نطربوها واحد 5 ديال الدقائق حتى كتنسجم الكريمه ديال القهوه مع الزبده، وكتولي كريمه ديال الزبده منسمه بالقهوه. خاصها تخدم مزيان وصافي. من بعد غادي توقفوا على التطراب. في حاله الزبده الا كانت بارده شويه وضفتوا لها هاد القهوه هذه الكريمه ديال القهوه، ولا العكس كانت الكريمه ديال القهوه بارده دخلتوها الثلاجه وخليتوها بردات بزاف وخدمتوها مع الزبده وتحبات لكم، يعني تشكلوا واحد الحبيبات صغارين بويض، فما تخافوش من الكريمه راه ما غديش. غير حاولوا انكم هاد البول حطوه في واحد الكاسرونه كيكون فيها الماء سخون، وخلي واحد 3 ديال الثواني حتى كتحسوا بها الجوانب ديالها بداو كيذوبوا، وكتبداو كطربوها مزيان وصافي. كتحصلوا على واحد القوام ديال الكريمه كيكون هائل. ضروري كتحبسوا الطراب وكتبداو هكا من الجوانب، كتجيب واحد سباتول وكتسرموا داك الجوانب وتوليو عاوتاني تخدموهم مزيان حتى كتحصلوا على كريمه ديال القهوه بالزبده كتجي هائله. فبالنسبه لهذا المقطع هذا اللي داز، راه ما كنتش راده البال صراحه الكاميرا ان يعني كيبان مزيان، فما كانش كيبان مزيان. ولكن في هذه المرحله هذه نتوما كتشاهدوا خدموها مزيان حتى كتحصلوا على هذا القوام بهذا الشكل هذا. خاصها كتجي قوام كريمي، ها نتوما كتلاحظوا كلها كتجي مهويه. وصافي دابا غادي نحاولوا نوضعوها في واحد البوش، وغنبدا ان شاء الله معكم نعمروا يعني الكاطو انا غادي نديرو ان شاء الله مربع. القطر ديال الكاطو هذا غيكون فيه 20 سنتيم على 20 سنتيم. تقدروا ديروه كادر دائري الا بغيتو. وان شاء الله كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم كاملين. بالنسبه للجينواز راني قطعتها انا، ما شاركتهاش معكم، يعني كتقطعوها بعد ما كتبرد كتحاولوا تقطعوا الجينواز لشكل مربع، يعني كما قلت لكم القطر 20 على 20 سنتيم، وكتوضعوا الطبقه الاولى كتوضعوها فوق واحد الطبيصيل اللي غادي تقدموا فيه، ومن بعد كتسقيوها بالحليب وكتجيبوا الكريمه وداك الكادر اللي قطعتوا به طراسيتو كتوضعوه باش هكا الكريمه كتجي مقاده من الجوانب. وغادي نوضع نصف الكميه ديال الكريمه بهذا الشكل هذا، توضعوه في واحد البوش الا بغيتو، وغادي نبداو نسرحوا هكا بظهر المعلقه ولا سباتولا ولا بهذه الاداه هذه الا عندكم ديال البلاستيك ولا ديال الاداه هذه اللي عندي انا. كتحاولوا كتسرحوا باش كتجي يعني الوجه ديالها كيجي مقاد مستوي. وكتجيبوا النصف الثاني ديال الجينواز. فالجينواز غادي نتحصلوا على مربع كيكون مكمول مكتمل، والانصاف اللي كيبقاو كتشكلوا منهم مربع يعني كطبقه ثانيه. العبار ديالها كما قلت لكم ديال هذا المول هذا ولا هذا الكادر 20 على 20 سنتيم. فغنحاول هكا ليسي ونقاد الوجه ديالها، وغادي نجيب الجينواز الثانيه ولا البقايا ديال الجينواز الثانيه غادي نحاول نوضعهم فوق الكريمه. كتحاولوا تقطعوهم وتقدوهم وتحطوهم يعني وتحطوها عفوا هذا الجينواز فوق الكريمه ديال القهوه، وغنسقيوها حتى هي بالحليب مزيان. وغنجيب الكميه المتبقيه ديال الكريمه غادي نوضعها، نحاولوا نسرحوها مزيان الوجه ديالها، وغادي ندخلوها للثلاجه المجمد. خليوها تقريبا واحد الساعه 20 دقيقه، يعني الكريمه ديال الزبده راه دغيا كتجمد، فخليوها تقريبا ما بين 20 دقيقه حتى لساعه. فمن بعد ما خليتها انا ساعه في المجمد غنجبدها وغادي نحاول نحيد لها داك الكادر. كتجيبوا الموس كتخشيوه في الماء سخون وكتبداو كتحيدوا الكادر، راه كيتحيد بسهوله. الكريمه ديال الزبده يعني هاد الكريمه هذه راه فيها الزبده فراه دغيا يعني كتحيد ما كتعذبناش في يعني الكادر ما كيلصقش فيها.
وغادي نحيدوا الكادر بهذا الشكل هذا. بالنسبه للتزيين تزينوا باش ما بغيتو، اما تزينوا بغاناش ديال الشوكولاته، تزينوا برقائق ديال اللوز، بالشوكولا، ولا داك تخليو شويه ديال هاد الكريمه هادي وتبوشيو يعني وريضات اللي بغيتو. فانا خديت شوكولاته بيضاء وشوكولا بالحليب، بشرتها بهذا الشكل هذا ووضعتها فوق الوجه ديال هاد الحلوه هادي ولا التورته. جات راقيه في الشكل ديالها، جات سامبل، فانا كنت باغا نزينها صراحه باللوز، باللوز ايفيلي، فما كانش عندي متوفر، فدرت هاد الطريقه هذه وهاد الزين هذا. صراحه هو جا راقي جا زوين، يعني درت مزيج ما بين شوكولاته بيضاء والشوكولاته سوداء بالحليب عفوا مبشوره، وصافي التزيين كيكون مكتمل. شفتوا الجوانب ما كانوش مقادين فكتقدوهم تقطعوهم، فانا صراحه خليتهم كانوا مقادين فما قطعتش الجوانب. وصافي غنقطع معكم واحد الطرف وغتشوفوا الشكل ديالها كيف كتجي من الداخل. كريمه كتجي رائعه، قوام كريمي، ما كيتجيش يعني فيها الزبده، انا ما درناش واحد الكميه كبيره ديال الزبده، كيجي فيها المذاق ديال القهوه. بالنسبه لعشاق القهوه فهاد التورته هذه كتمنى تجربوها. بالنسبه للاكل ولا الماكله ديال هاد التورته هذه فضروري تخليوها واحد 30 دقيقه عاد تاكلوها. خرجوها من الثلاجه وما تاكلوهاش وهي بارده، يعني خرجوها من الثلاجه وخليوها واحد 30 دقيقه عاد كلوها، يعني راه فيها الزبده تكون شويه هكا قاصحه. ومن بعد يعني هي صراحه ملي كتبقى واحد 30 دقيقه هكا ملي كتخرجوها من الثلاجه راه كيولي قوام كريمي وكتجي رائعه. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، الى الاعجاب ديالكم كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذه التورته هذه ولا هذه الحلوه هذه، شبيهه بحلوه ديال الموكا معروفه هنا في فرنسا، كيحضروها بزاف هنا الناس ديال لي باتيسري. فانا حضرتها بالطريقه ديالي وجات صراحه صدقوني رائعه. كنتمنى التشجيع ديالكم الدعم ديالكم، شكرا لكم بزاف، شكرا للناس اللي كيخليو لي تعليق زوينه المحفزه، اللي كيتفاعلوا مع لي فيديوهات ديالي، كتشجعوني وكتدعموني باش انني نبقى مستمره معكم. ودائما راني كندير ما امكن باش انني نحضر لكم وصفات وسورتو يعني هاد الحلويات المتعلقين بلي باتيسري، فكنبغي يعني نشاركهم معكم بكلمات مختلفه وبطرق يعني جديده مبتكره. فكنتمنى دائما منكم التشجيع ديالكم. شكرا لكم بزاف وتبارك الله عليكم. خليكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي باذن الله. بسلامه.